مرحبا بكم في فيديو جديد عن موعد مباراة السنغال ضد السودان في دور ثمن النهائي من بطولة كأس إفريقيا 2025 المقامة في المغرب. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. يلتقي المنتخب السنغالي بنظيره المنتخب السوداني في مواجهة قوية وحاسمة ضمن مباريات دور 16، حيث تلعب بنظام خروج المغلوب ولا تقبل القسمة على 2. وستقام مباراة السنغال والسودان يوم السبت 3 يناير 2026 في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب، والسادسة مساء بتوقيت الجزائر وتونس، والسنغال والرابعة مساء بتوقيت جرينتش على أرضية ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، وهو أحد أكبر وأهم الملاعب التي تحتضن مباريات كأس إفريقيا. وستنقل المباراة بشكل مباشر وحصري عبر قنوات بين سبورتس ماكس، الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى البث الرقمي عبر منصة بنكنت. ووفق نظام البطولة فإن المباراة تلعب بنظام الإقصاء المباشر، حيث يتأهل الفائز إلى الدور ربع النهائي، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح حسب قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF. يدخل المنتخب السنغالي هذه المواجهة باعتباره أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب القاري بفضل خبرته الكبيرة وقوة عناصره البدنية والفنية، بينما يدخل منتخب السودان المباراة بطموح كبير ورغبة في مواصلة كتابة التاريخ وتحقيق مفاجأة جديدة في البطولة، معتمدا على الروح القتالية والانضباط التكتيكي. وتعد هذه المباراة من أبرز مواجهات دور 16 لما تحمله من أهمية كبيرة وحساسية عالية بين منتخب مرشح ومنتخب طموح يسعى لإثبات نفسه. الجماهير الإفريقية تترقب هذه المواجهة لمعرفة من سيحجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لمتابعة كل جديد عن مباريات كأس إفريقيا 2025.